قصتنا اليوم الفنان الكبير العالمي فريد الأطرش وكيف تسبب محمد عبد الوهاب في شقائه. الكاتبة الصحفية الكبيرة الراحلة سكينة السادات عملت كنائب رئيس تحرير مجلة المصور ومستشار لمجلة حواء. الكاتبة الصحفية سكينة السادات هي الشقيقة الصغرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكانت قد أجرت حوار مع الموسيقار الكبير العالمي فريد الأطرش في مجلة الكواكب عام 1958، فقالت: فإذا غنى فهو حزين، وإذا مثل في أفلامه حزينة تنتهي بالهجر أو الخيانة، ويكفي أن تسمعه ويقول: ابكي يا عين، أو يا قلبي يا مجروح، أو نجوم الليل ودموع تبكي علي. وكان يقول دائما: بلوتي في الحياة وسر شقائي وعذابي إني أحب أعيش في حالة حب. وقد استطاعت الصحفية سكينة السادات كشف سر هذا الحزن الدفين وعدم زواجه في مجلة الكواكب عام 1958. سألته سكينة السادات عن سر شقائه فقال: الحب هو عذابي في الحياة، وهو المر الذي أشربه حتى أعيش وأنتج وأعطي للناس أنغامي المشحونة بدماء قلبي. فالفنان لا يستطيع أن يقدم للناس فنا نابعا من القلب إذا لم يخفق هذا القلب بالحب، خاصة إذا كان هذا الفن هو الموسيقى التي هي مشاعر الفنان. وإذا كانت العواطف صناعية غير نابعة من القلب لن يتجاوب معها الجمهور. وإذا كان الفنان الصادق يتعب كثيرا في فنه، فأنا أكثر الفنانين تعبا وشقاء. وأضاف الموسيقار الكبير فريد الأطرش: كثيرا ما سعدت بالحب، ولكن لسوء حظ لا تستمر هذه السعادة كثيرا، ولم يبقى منها إلا الذكريات. وهذا حال كل شيء في الدنيا، يبدأ وينتهي عندما يشاء الله أن يبدأ أو ينتهي. وبالنسبة لي أنا بالذات، إن الروح تستهويني قبل الجمال، فالتماثيل الجميلة تصلح للمتاحف لا للقلوب. ومن هنا تنتهي قصص حبي سريعا. وعن الزواج قال الموسيقار الكبير العالمي فريد الأطرش: إنني أؤمن أن الزواج يقتل الحب، أما إنني لن أتزوج أبدا فتلك حقيقة، اللهم إلا إذا تركت الفن وأصبحت إنسانا عاديا يعيش ليأكل ويشرب وينام بلا إحساس. وعموما أتزوج أو لا أتزوج، حياتي الخاصة ملكي لي وحدي، ولا أحب أن أجعلها موضع حديث على صفحات الجرايد. أن يكون قلبي مطمع للعابسات، لم أهتدي إلى من تحب فريد الأطرش لذاته لا لماله وشهرته. وقد حصنت قلبي من أن يكون سلعة في سوق السارقات فيه، فاتعظت وأحجمت وأمنت بأن الفنان يجب أن يعطي كل وقته وروحه وعمره لفنه، إلى أن يشبع من هذا الفن ثم يفكر في الزواج إن كان في العمر بقية. عبد الوهاب تعيس في زواجه، وقال الموسيقار الكبير فريد الأطرش: ها هو صديقي محمد عبد الوهاب تزوج وتعزب ويعيش في زوابع متصلة كان في غنى عنها، يقصد مشاكل زواجه الثاني من أولاده. لقد رأيت ما وقع فيه فاتعظت. أمنية الموسيقار الكبير العالمي فريد الأطرش قال: أن أصادف حبي الكبير الذي تستقر معه حياتي، وأجد الحبيب الذي لا يشتري الشهرة ولا يبيعني من أجل كلام الناس أو بدافع من أنانيته لكي يرضي الناس ويرضي غروره ويضحي بي. أنا أريد الحبيب الذي لا يتركني في منتصف الطريق غير مهتم بعواطفي. مثل هذا الحب سيكون خالدا حتى آخر أيام عمري.